ان جمهور الاهلي زعلان عشان تعادل مع فيوتشر. انتوا بتتكلموا بجد يا جماعه؟ زعلانين من فرقه واخده بطوله افريقيا؟ زعلانين من فرقه متصدره جدول الدوري وعندهم مؤجلات؟ بجد والله زعلانين منهم بجد؟ ده زعلانين بجد يعني. وفي ناس اقول لكم معلومه حصري لاول مره، لاول مره الاهلي بيلعب فرق جديده، جديده دي، مع عصام جديده. الاهلي بيلعب فرق يا جماعه. يعني في فرق بيبقى عندها طموح انها تجيب نقطه، تكسب 3 نقاط. ده كده دي كوره يا اخوانا. يعني كوره، اقبلوا الموضوع كده بقى يعني. والله بجد انا مش يعني فاهم. بيبقى دايما كل واحد يجي يتكلم يقول لك ايه، اصل فلان الفلاني ده له رصيد عندي، ده البطوله ما بردتش وانت متصدر بطوله الدوري، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ 9 انتصارات متتاليه، يقول لك وما يبقوش 10 ليه؟ وربنا يا جماعه مش كده عادي يعني. ادوا فرصه للعيبه بتاعتكم يعني ايه، تتعادل ماتش. مش عيب في الكوره، مش عيب، لانه في فرق تانية بيبقى عندها اقول لك على معلومه حصري لاول مره تعرفها في حياتك، الفرق التانية بيبقى فيها مدربين وبيشتغلوا على الخطط اللي بيها لو مش هيكسب الاهلي وقف خطوره الاهلي. شفت المفاجاه؟ اقول لك على معلومه تانية حصري برضو محدش يعرفها غير انا وانت بس. بيبقى عندهم محللين اداء فعارفين الاهلي بيكسب ازاي. ايه يا اخوانا كده يعني، رايحه جايه، مش الدنيا مش كده. فاللعيبه بتاعت لعيبه الاهلي النهارده شايف انتقادات كبيره لاسماء بعينها يعني، زي طاهر وزي ما اعرفش وزي فلان وفلان. ده مش كده يا اخوانا. عصو ضيع كوره، كان في حلقه الجون ضيع كوره عادي، ما يضيع يا اخوانا كوره وبيضيع، رصيده يشفع يعني، رصيد الفرقه دي يشفع يقبل يعني. خلي صدركم واسع. دي كوره، احنا راجعين من العيد، لا لسه كسبان 3-0 الماتش اللي فات، وانتصارات مفيش بعد كده، وكاس عالم انديه جايه على بطوله افريقيا، رايح على كاس عالم للانديه، والدنيا في الاهلي مطارات مطارات يا اخوانا، ده ما بيقعدوش على الارض. اهدوا شويه كده، اهدوا شويه على اللعيبه بتاعتكم.